لم ينتهي حادث القلمون وهجوم مجموعة من السلفيين على الفنان دريد لحام كما تمنى فريق عمل المسلسل سنعود بعد قليل الذين تجنبوا الحديث إلى الإعلام لعدم إعطاء القصة أبعادا أخرى خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم. إلا أن تناقل القصة عبر وسائل إعلام مختلفة شابه بعض المغالطات وتحليلات لا واقع لها، ومنها ذكر أسماء بعض الفنانين غير المشاركين في المسلسل أصلا كباسم يخور ومصطفى الخاني، كما أن الفنان قصي الخولي المشارك في المسلسل لم يكن في منطقة القلمون في أثناء التصوير، بل كان هناك الممثلان دريد لحام وعابد الفهد. حادث القلمون لم يؤثر في سير العمل ولا في الفنان القدير دريد لحام الذي كان محور الاعتراض، فالتصوير استمر وكاميرا الجديد التقط فريق المسلسل أثناء التصوير وفي مناطق لبنانية مختلفة منها منطقة الروشة، حيث يوجد الأمن هذه المرة من أجل تفريق المعجبين، ولاقى فريق العمل الترحاب والإحاطة بالمعجبين. وهنا التقينا الممثل قصي الخولي. مسلسل بالمناسبة مسلسل بعتقد يعني انه مسلسل جميل جدا وحيكون متابع بشكل كتير كبير ان شاء الله خلال شهر رمضان الكريم. دوري بالمسلسل في ناس بالازمات بتستغل الظرف لاسباب يعني لمنافع شخصية، وهي المنافع احيانا بتكون على حساب عائلته نفسها، اهله، ابوه، اخواته. فانا بعتقد دوري هو بيحكي عن هدول الناس اللي هن بشكل من الاشكال يمكن ما يكون عندهم كثير انتماء. بكل الاحوال المسلسل بيحكي عن كل كل الناس الموجودين بسوريا بكافه اشكالهم ومعتقداتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم ورايهم. وما بينسى الناجحين. ما بينسى اطلاقا اي حدا، ما بينسى اطلاقا اي حدا، لانه باذن الله يعني ما حيكون في نازحين سوريين باذن الله دائما. مخرج المسلسل ليث حجو أكد مجددا أن حادث القلمون الذي وقع السبت الفائت عرضي ولا يمثل إلا فئة صغيرة، وأن أهالي القلمون قدموا اعتذارهم طالبين من الفريق العودة إلى البلدة والتصوير مجددا.